ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير، وكالعادة معاكم حسام في فيديو جديد وهاتف جديد. ان شاء الله النهاردة عاوز اكلمكم عن احدث هواتف من شركة اوبو في الفئة السعرية الاقتصادية والمتوسطة، وهو هاتف اوبو A98 النسخة ال 5G. الهاتف اللي بيجي مع شاشة كبيرة زي ما انتم شايفين كده، بتدعم معدل تحديث عالي ومعالج من شركة كوالكوم، بالإضافة إلى بطارية كبيرة للهاتف تدعم الشحن السريع، وكاميرا أساسية دقتها 64 ميجا بكسل. تعالوا نتعرف على نقاط القوة والضعف اللي موجودة في اوبو A98، وهل الهاتف فعلا يستحق وهاتف فئة سعرية اقتصادية كويس ولا لا، ونشوف ايه اللي موجود داخل الكرتونة. اول حاجة نبتدي بيها مع الاوبو A98 هو التصميم نفسه بتاع الهاتف، التصميم ومواد التصنيع. يعني الظهر بتاع الاوبو A98 مع الاطار الجانبي ده بالكامل مصنوعين من البلاستيك فقط، الشاشة هي اللي زجاج، وكمان الحافة السفلية والحواف الجانبية بتاعة الهاتف كبيرة شوية. الإطار الجانبي بيحتوي على المكان اللي بركب فيه الشرائح والميموري، المكان اللي بعلق وبوطي منه الصوت، منفذ الشحن والسماعات الخارجية، ومنفذ السماعة السلك ال AUX، وزر الباور اللي هو نفسه بصمة الإصبع اللي بقفل وبفتح بيها التليفون. اوبو A98 بيجي منه لونين، اللون الأزرق ده، وبيجي منه لون تاني هو الأسود، مفيش غيرهم. وزنه 192 جرام، ما هوش تقيل وما هوش خفيف، وبيدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس والرابع والتالت والتاني. وزي ما أنا قلت تقدر تركب في المكان ده شريحتين اتصال نانو سيم، وكمان تقدر تزيد الميموري كارد بتاع ال 256 جيجا لو انت حابب تزيدهم. طب خلينا نروح لحاجه مهمه جدا في الاوبو A98، تعتبر اهم حاجه قبل المعالج، وهي الشاشه بتاعته. حجم الشاشه ده كبير لانه 6.7 انش، ولكن نوعها اي بي اس ال سي دي، ودقتها 1080 في 2400 بكسل بكثافه بكسلات 392 بي بي اي بكسل في البوصه الواحده. الشاشه دي بتستحوذ على 86% من الواجهه الاماميه للهاتف ككل. لكن المشكله ان اقصى سطوع للشاشه دي 680 شمعه، ده رقم قليل قوي. 680 يعني تحت اشعه الشمس التليفون مش هيبقى واضح معايا قوي، او لو مكان فيه اضاءه عاليه. لكن الالوان فيها بتوصل لحد 16.7 مليون لون. هو اي نعم معدل تحديث الشاشه مرتفع 120 هرتز، ولكن للاسف مفيش عليها طبقه حمايه، بالاضافه الى ان دقتها واعلى سطوع ليها ما هواش اعلى حاجه. نظام تشغيل الاوبو A98 هو اندرويد 13 مع واجهه اللي احنا شايفينها دي اسمها كولر او اس 13.1، واللي فيها قصدي مميزات كتير زي الوضع الليلي ووضع القراءه وقفل التطبيقات. طيب خلينا بقى نروح للمعالج اللي موجود في الاوبو A98. المعالج بتاعه نفس المعالج اللي موجود في سامسونج جالاكسي A23. ليه؟ لانه كوالكوم سناب دراجون 695، بيحتوي على وحده معالجة ثمانية النوايا اوكتا كور بتردد بيوصل لحد 2.25 من 100 جيجا هرتز. كمان المعالج ده بيحتوي على وحدة رسوميات لمعالجة الجرافيكس. يعني هو المعالج دايما انا بقول ان هو كويس، حتى لما اتكلمت عن سامسونج جالاكسي اي 23 كنت بقول المعالج ده كويس كفاءة سعرية اقتصادية. قلنا المعالج ده بيحتوي على وحدة رسوميات لمعالجة الجرافيكس مصنع بواسطة تكنولوجيا 6 نانو المتطورة، والكمان في نفس الوقت موفرة للطاقة. هو ده أفضل حاجة في المعالج كفئة سعرية قليلة. زي ما قلت بصمة الإصبع تم دمجها هنا مع نفس زر الباور لو عايز أفتح وأقفل التليفون، أو ممكن تفتحه وتقفله عن طريق بصمة الوجه من خلال الكاميرا الأمامية. مساحة التخزين بقى كام بتاع التليفون؟ أوبو A98 بيجي بمساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام، هي نسخة واحدة مفيش غيرها. وانت تقدر تزيد الميموري كارد من المكان اللي بركب فيه الشرائح هنا كده. كمان الرامات تقدر تزودها من داخل الاعدادات، انا شرحتها في فيديوهات قبل كتير قبل كده. هتخش على الرام منها لاكستندد رام، كل ده داخل الاعدادات السيتنجز بتاعت الهاتف، وزودها لحد 16 جيجا، 8 و8 يبقى معاك 16 في حالة الالعاب القوية. من اهم المستشعرات الموجوده في اوبو A98 هو التقارب والتسارع والبوصله والضوء والجيروسكوب، وانا كنت شرحت وظيفه كل مستشعر فيهم في فيديو خاص قبل كده. خلينا نروح بقى عند الكاميرا. 1 2 3 3 عدسات، دول عدستين تحت مع الفلاش وكاميرا فوق. الكاميرا الرئيسيه اللي فوق دقتها 64 ميجا بكسل بتدعم التركيز التلقائي، والاثنين اللي تحت واحدة هنا 2 ميجا بكسل للتصوير عن قرب، واحدة 2 ميجا بكسل برضو بتاعة العزل وتحديد العمق. بس هتصور فيديو بالكاميرا الأمامية بالكاميرا الخلفية دي، أو حتى لو صورت فيديو بالكاميرا الأمامية لازم تكون عارف إن أقصى سطوع معاك
ان اعلى جوده معاك هي 1080 بكسل فول اتش دي فقط. اوبو اي 98 يعتبر افضل حاجه هتقابلنا فيه حتى دلوقتي هي البطاريه بتاعته، الباتري اللي موجوده في الهاتف، لان البطاريه هنا كده غير قابله للازاله، 5000 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع بقوه 67 واط. هنشوفه داخل الكرتونه دلوقتي. يعني ايه 67 واط؟ يعني تفول لك 50% من الهاتف في 18 دقيقه فقط. والاوبو اي 98 ال 5 جي بيدعم خاصيه الان اف سي، وشرحناها برضو، بيدعم خاصيه الاي ار اللي بتخلينا اتحكم في الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده في البيت من خلال الموبايل كانه ريموت كنترول. الجميل قوي ان السماعات الخارجيه اللي موجوده هنا نوعها ستيريو، وكمان في منفذ للسماعه السلك الاي او اكس، لان ملاحظين ان معظم الهواتف ما بقاش فيها منفذ اي او اكس، لا ده سماعته ستيريو وكمان مع منفذ في نفس الوقت، وتقدر تزيد الميموري كمان. طب ايه هي العيوب الموجوده في الاوبو اي 98؟ من وجهه نظري العيوب اللي موجوده فيه ان الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه ما فيش فيها تصوير 4K، فقط فول اتش دي 1080 بكسل، وكمان الشاشه ما هياش قويه، بالاضافه الى ان ما فيش عليها طبقه حمايه تحميها ضد الكسر، وكمان العدسات اللي ورا بتاعه الكاميرا ما فيش فيها عدسه للزاويه الواسعه. كام سعر الاوبو اي 98؟ ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام سعرها $315 او 13500 جنيه او 1300 ريال سعودي. اللي عنده اي سؤال يكتبه في الكومنتات تحت. اما دلوقتي تعالوا نشوف ايه اللي موجود داخل الكرتونه بتاعت الاوبو اي 98. طبعا طبيعي هيكون في كفر هديه شفاف بيجي دايما مع هواتف اوبو، ده كفر شفاف مع الدبوس المعدني والكفاله وكتاب التعليمات، بالاضافه الى ادابتر الشحن ال 67 واط مع واير الشحن اليو اس بي تايب سي. هي دي كل محتويات العلبه. اللي عنده اي سؤال يكتبه في الكومنتات تحت، واشوفكم في فيديو جديد قريب. مع السلامه.